بالظبط. بس ميزة الشعرية الباكستانية من مهران ان هي بتبقى كرانشي ومش بتطرى. بكسرها بايدي بالشكل ده او في الكيس كده واحطها في البايركس كده او طبق على جنب، ومكعب زبدة محترم كده حلو. هنحط فيه الشعرية الباكستانية، عايزاها لونها يبقى ذهبي مش عايزاها تغمق اكتر. نحمرها في الزبدة، هنفضل نقلبها لحد لما لونها يبقى ذهبي، ما بتاخدش وقت خالص على فكرة. واخليها في بايركس واعملها قاعدة كده، وعايزاها تبرد خالص فخليها تبرد على جنب على بال ما نعمل الطبقه التانية. كريم شانتيه باودر، كريمه لباني ولبن، ونضربهم كويس قوي لحد لما يتقلوا معايا بالشكل ده. قطع مانجا كده احطها فوق الشعريه بعد ما بردت، اهم حاجه تبرد. وهنحط شويه مانجا مع الكريم شانتيه اللي احنا عملناه ونقلبه كده. وهننزل الخليط ده كله مانجا في مانجا. ايه بقى، مفيش احلى من كده. انا من عشاق المانجا. نسيبها في التلاجة من بالليل، لو مستعجلين نسيبها ساعة ونزينها بالمانجا كده ونعكسها من حلاوتها. الطبقة اللي تحت مقرمشة خطيرة، الشعرية الباكستانية من مهران لازم تجربوها. وطعم